اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السلام عليكم متابعيني. اليوم راح أسوي صينية بطاطا بلحم المفروم، والبطاطا قطعتها بهالشكل هذا يكون بهالرفع. راح أكمل الطبخة. الزيت، وعندي نص كيلو لحم، أكثر من نص كيلو لحم حسب ما أنتم تريدون. ضفتوا على الزيت، نشف الماء واستوى اللحم. هسه راح أضيف البصل، بصلاية واحدة وسط فرمتها بالشكل هذا ناعم، فلفلة خضراء، فليفلة، مقدار الفليفلة 2 فليفلة وسط، جزر حسب ما انتم تريدون ترابون، وعندي ثوم مهروس 3 فصوص ثوم، وطماطين مفرومات وسط. راح اضيف معلقة معجون طماطم، فلفل اسود حسب البهارات اللي انتم تعجبكم. راح اضيف الكزبرة 7 بهارات. والملح، وراح اضيف البابريكا الحلوة. واخلطها. وسعت راح اضيف معلقة طحين. معلقة الطحين اريد اسوي صوص، اريد الصوص يصير ثقيل، فاخلطه زين مع اللحم. واضيف له كوب شوربة اللحم. خلطته زين، وهسه راح اطفي النار. راح افرش اللحم صينية البايركس بهالشكل هذا. عندي البطاطا راح اضيف لها البابريكا والملح والزيت. عندكم زيت زيتون، زيت نباتي عادي، والفلفل الاسود. اخلط البطاطا زين ويا البهارات والملح. خلطتهم زين، وهسه راح خليهم على البطاطا بالشكل هذا. كملت البطاطا صفطتها بهالشكل هذا. هسه راح اغلفها بالسيليفون وادخلها الفرن. هنحضر الفطور. عاد اصب التمن وصينية البطاطا ويا اللحم المفروم تقريبا كملت بالفرن. كملت صينية البطاطا باللحم المفروم، وهذا شكلها بعد ما غلفتها بالسيليفون استوت. شلت السيليفون وخليت الوجه يتحمص. وهاي سفرتنا، سفرة يوم 21 رمضان. سهمكم وسهمنا العافية. وحضرنا التمن وياه، وعندنا المخللة الحمراء وعصير النومي بصرة.